بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أفاد مصدر أمني في ذي قار مساء الأربعاء بأن نزاعا عشائريا على قطاع أرض زراعية تحول إلى تطويق مسلح لمركز شرطة بعد اعتقال شيخ عشيرة. وقال المصدر أن النزاع اندلع بين عشيرتي آل حواس والجحيش بسبب قطعة أرض زراعية، ألا أنه انتهى من دون تسجيل إصابات بشرية، وكذلك باعتقال شيخ من عشيرة آل حواس. وأضاف المصدر أن أفراد عشيرة الجحيش تقدموا بشكوى ضد ثامر محمد آل ذياب شيخ عشائر آل حواس، وتم اعتقاله في مركز شرطة الغراف، مشيرا إلى أن أفراد عشيرة آل حواس قاموا بتطويق مركز شرطة الغراف للمطالبة بالإفراج عن شيخهم. شكرا.